لو الراجل شخصيته اعتمادية دايما بيعتمد على غيره ومن صغره بابا وماما مش بيخلوه يعمل حاجة، لا اقعد انت يا حمادة ما تتعبش، انت يا حبيبي اختك تعمل لك، لا ما تروحش انت تشتري الحاجة دي، خليك انت مرتاح وانا هجيبها لك لغاية عندك، ده غلط جدا وبيطلع رجالة اعتماديين ويخافوا طبعا من الجواز، لان الجواز مسؤولية كبيرة، وانا اللي هشتري وانا اللي هصرف وانا اللي هنزل، لا مش لاعب، انا مش متعود على كده. فمهم جدا تعلم ولادك تحمل المسؤولية من صغرهم. تاني شخصية بتخاف من الجواز الشكاك يا جماعة، في رجالة شكاكة، اللي هو انا شاكك في مراتي، شاكك في خطيبتي، بيعمم قوي، لو سمع مثلا ان الممثلة الفلانية خانت جوزها، كل البنات خاينة، لا الجواز ده مشروع فاشل، لا ده صاحبي طلق يبقى انا هطلق، لا 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 انا مش لاعب، مش داخل الموضوع ده. هو بيعمم قوي وعنده كده شك في الناس ومش واثق، فطبعا ده بيحتاج علاج، لان هو بيبقى خايف شكاك فخايف فما بياخدش خطوة الجواز. وطبعا حبيبنا النرجسي بقى، النرجسي على رأي المختصين يقولك الراجل النرجسي ده بقى بيعمل ايه؟ بيشوف ان هو كتير على اي بنت، انا كتير عليكي، انا ليه ابقى معاكي انت بس، ليه احصر نفسي عليكي انت بس، ما اقضيها مع كذا بنت، هو فرحان بنفسه بقى نرجسي بقى. فاللي هو ايه، لا ما اتجوزش واحده يعني واقفل على نفسي، لا انا كذا واحده في نفس الوقت، انا كتير على اني انا اتجوز دي بس. فاهمين قصدي؟ فده طبعا بيحتاج علاج. غير بقى انواع الشخصيات دي، في طبعا الشخص اللي بيخاف على حريته، الراجل اللي عايز يفضل على نفس حريته ويخرج مع اصحابه والقهوة والنادي ومفيش ست تقوله رايح فين وجاي منين، لو الحرية عنده اهم من الجواز هيهرب وهيخاف من الجواز. طبعا الاعباء الاقتصادية، انا الظروف المادية مش كويسة، طبيعي هبعد وهخاف من الجواز. طبعا للاسف الاباحية انتشرت، لو هو عنده نقص وازع ديني وممكن يبقى مع اي بنت، فيقول لك انا دلوقتي بقدر ان انا اخد اي حاجه عايزها من اي بنت، اونلاين اوفلاين، البنات وقله الادب منتشره، اروح ليه اتجوز وادفع؟ طب ما انا ممكن اخد اللي انا عايزه من الجواز باي طريقه. للاسف في ناس كده بيبقى عندهم نقص وازع ديني. طب ده بالنسبة للراجل. بالنسبة للست، في ستات بتخاف من الجواز، طبعا لو عندها مشكلة نفسية بتخليها خايفة من العلاقة الحميمة، اتعرضت لتحرش اي حاجة، فطبعا بتدخل على الجواز لا خايفة مش عايزة العلاقة الحميمة، فبترجع لورا. في بيخافوا من الحمل والمسؤولية وتربية العيال، فدي برضو ما تعودتش انها تشيل مسؤولية. في بيخافوا في بنات بتخاف على حريتها زي الرجاله بالظبط، تقول لك لا هو ليه يقول لي اقعدي في البيت، انا عايزه اشتغل ويبقى لي الكارير بتاعي ويبقى لي مش عارف ايه، ما يقوليش كلمي ده وما تكلميش ده، حريتها عندها اهم من بيتها وجوزها وعيالها والكلام ده، فتبعد عن الجواز. بصوا يا جماعه، الخوف من الجواز طبيعي، طبيعي ان انت لو داخل على الخطوه دي بتبقى خايف، ليه؟ عشان ده حاجه مصيريه، الجواز مش لعبه، بس ده طبيعي ان انا خايف بس هتجوز، لكن اللي مش طبيعي ان انا الخوف ده يوقفني، اللي مش طبيعي اني اكون داخل على خطوة الجواز بس الخوف يخليني لا مش مكمل. هنا ده مش خوف، ده رهاب، مش خوف، ده فوبيا، اللي بيسموها جاموفوبيا، باللاتيني جامو يعني جواز وفوبيا يعني رهاب خوف. فالخوف من الجواز جاموفوبيا، كلمة لاتينية معناها ان خوفك يوقفك يخليك مش عايز تتجوز. هنا هي دي الخطورة. لازم طبعا علاج نفسي، بتقعد مع مختص بيخليك تغير فكرتك، لو انت مش عارف تبقى قد المسؤولية، لو انت مش شايف البنات كويسين او عندك عقدة او عندك عقدة نفسية او عقدة جنسية، بيعالجك من الموضوع ده. بس المهم ان انت لو عندك المشكلة دي تلجأ للعلاج بدل ما توقف حياتك.